السلام عليكم. من بعد قضية سعد المجرد والتي تفجرت هذا الأسبوع بالحكم عليه 6 سنوات، تفجرت البارحة تفاصيل صادمة اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب والتحقيق معه. قبل ما نبداو ما تنساوش الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إليكم التفاصيل. استفاق المغاربة على خبر صادم ويتعلق الأمر باللاعب المحبوب والخلوق أشرف حكيمي، حيث كشفت صحيفة الباريزيان أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا مع لاعب فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب، حيث أن شابة تبلغ من العمر 23 سنة توجهت صوب مركز الشرطة الفرنسية لتقديم شكاية في حق اللاعب، ولكنها تراجعت عن قرارها في آخر لحظة. لكن رغم ذلك النيابة العامة قررت تولي القضية قبل إحالتها على المختصين. وقالت المشتكية أنها تعرفت على حكيمي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام يوم 16 يناير الماضي، وفي يوم السبت 25 فبراير ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب على متن سيارة أوبر التي طلب لها حكيمي، في الوقت الذي كانت عائلته تقضي عطلة قصيرة في مدينة دبي الإماراتية. وأضافت أن الأمور خرجت عن السيطرة في منزل حكيمي، إذ تزعمت أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها قبل أن تركله بالقوة وتهرب من المنزل. وفي أول تصريح لأشرف حكيمي حول هذه المزاعم المنسوبة إليه التي نشرتها صحيفة الباريزيان، أكد حكيمي أن هذه الاتهامات المزعومة زائفة تماما وليست صحيحة. ويبقى السؤال المطروح: هل هذه الاتهامات التي تطال المغاربة صحيحة، أم هي حملة ممنهجة ضد المشاهير المغاربة وبلد المغرب بصفة عامة من طرف دولة فرنسا؟ والسلام عليكم.